تخيل لو بتبعت رسالة مهمة لصاحبك وصاحبك بعتها لواحد تالت، وهكذا لحد ما وصلت لآخر واحد عبارة عن وشوشة مش مفهومة أو صرخة جامدة قوي حتى عملت لك مشكلة في ودنك. أهو ده بالظبط اللي بيحصل جوه اللايرز العميقة للموديل. في مشكلة اسمها الفانيشنج والإكسبلودينج جريدينتس. أنا هدى أسامة، والنهاردة هنعرف ليه الموديل ساعات بيفقد الذاكرة أو بيخرج عن السيطرة، وإزاي نرجعه تاني. جاهزين؟ يلا بينا. الجريدينت هو الإشارة اللي بتقول للموديل يغير الويتس بتاعته، ويغيرها قد إيه. في الفانيشنج الإشارة بتفضل تصغر وتصغر لحد ما تبقى صفر، وكأن الموديل بطل يحس بالداتا. وفي الإكسبلودينج الإشارة بتكبر بزيادة لدرجة إن الموديل بيهلوس ويطلع نتائج غير منطقية نوت نمبر. المشكلة بتحصل بسبب حاجة اسمها التشين رول أو قاعدة التسلسل. علشان نعدل أول طبقة بنضرب قيم الميل أو الجريدينتس في بعضها. لو القيم دي صغيرة جدا زي 0.1، حاصل ضربهم في 10 layers هيخلي الرقم يقترب من الصفر. هنا السلوب بيتلاشى خالص، بيحصل vanishing. الموديل بيبطل يتعلم تماما، بيبطل يتعلم في اللايرز الأولى وكأنه مات إكلينيكيا. وعلى العكس تماما، لو كانت القيم دي كبيرة زي 10 100، الضرب المتكرر بيخلي الرقم ينفجر لأرقام فلكية. الموديل هنا هيتجنن، والخطوات بتاعته بتبقى واسعة جدا لدرجة إنه بيطير بعيد عن الحل الصحيح. ده اللي بنسميه exploding gradient. طيب إزاي العلماء حلوا اللغز ده؟ وبدل ما الموديل يكون ميت أو مجنون يكون مستقر. الحل كان في حاجتين. أولاً نختار الأكتيفيشن فانكشنز تكون ذكية وصحية. زي إيه مثلاً؟ زي الريلو مش بتصغر الأرقام قوي، تمام؟ وتاني حاجة لازم نعملها إن احنا نتحكم في نقطة البداية الانيشاليزيشن بتاع الأرقام ما يبقاش كبير قوي ولا صغير بزيادة. بكده الموديل يفضل متوازن والمعلومة توصل لكل اللايرز بسلاسة. استقرار الموديل هو اللي هيحدد هل هنقدر نبني AI قوي ومفيد ولا مجرد معادلات كده وخلاص. عشان تفهم ازاي هنعالج الجنون ده بالذاكرة، اتأكد انك عامل فولو علشان ما يفوتكش شرح الالجوريزم في الحلقة الجاية. استقرار ال AI بتاعك هيبدأ من هنا.